إزاي الملابس والأزياء في الأفلام بتحكي القصة؟ طيب الملابس والأزياء مش مجرد مظهر للشخصيات، لكنها تعتبر أداة بتعكس ماهية الشخصيات نفسها، الحالة النفسية، الطبقة الاجتماعية، حتى اللحظات الفارقة اللي بتمر بيها الشخصية جوه الفيلم. ومع تطور القصة الأزياء بتتغير والألوان بتتحرك والأسلوب بيتبدل، وده بيعكس التغيرات اللي بتحصل مع الشخصيات. وفي الفيلم عموما بنشوف الجوكر البطل في بداية الفيلم ملابسه باهتة علشان تعكس الحالة النفسية الهشة، ومع تحول شخصية آرثر للجوكر يبدأ يظهر بألوان حمراء فيها رمزية للانتقام والتمرد. في أزياء بتبقى ايكونيك محفورة في دماغنا بسبب رمزيتها القوية. بنشوف في كيل بيل البدلة الصفراء المستوحاة من بروسلي مش بس ملفتة، لكنها كمان بترمز للقوة والثبات في رحلة الانتقام. الأزياء كمان بتساعدنا نعيش الزمن والمكان اللي كان فيه القصة، سواء كان زمن تاريخي أو عالم خيالي. بنشوف مسلسل بيكي بليندرز الأزياء الكلاسيكية خلتنا نحس بجو بريطانيا في العشرينات، وبنشوف جيم اوف ثرونز كل منطقة في العالم الخيالي ليها أزياء بتعكس ثقافتها ومكانتها، من الفرو الكثيف في الشمال لفساتين كينجز لاندنج الفخمة. الملابس والأزياء مش مجرد لبس، لكنها راوي صامت، كل لون وكل خامة وكل خط في التصميم بيحكي جزء من القصة. سلام.